السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يومية أحلام. مرحبا إلا كنتي أول مرة كتشوفي هذا الفيديو، ما عليك غير تشتركي في القناة وتكليكي على الجرس باش يبقى ديما يوصلك الجديد. اليوم جبت لكم الجديد وحلويات ديال العيد بعجينة وحده. غادي نتخرج معكم 3 ديال الشكال ديال الحلويات اللي ذاقهم ما غاديش يعرف ان من عجينه وحده خرجت هاد 3 اشكال. كل عجينه اولا كل حلوه عندها مذاق في شكل. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي ندوزو المقادير. غادي نحتاجو في المقادير عندنا هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال الزبده، خديت الرابعه ديالها، تقريبا 250 غرام ديال الزبده لذة ديال الحلوه راه معروفه. غادي نضيفو عليها 2 كيسان ديال السكر. انا درت كاس ديال السنيده وكاس الاخر ديال السكر كلاصي، يعني 2 كيسان، واحد ديال السنيده وواحد ديال السكر كلاصي. كنضيفوهم على الزبده وكنبقاو ندلكو مع بعضياتهم حتى يتجانسوا لينا هاد العناصر كاملين. كندلكو الزبده خاصنا ضروري نكونوا جابدينها من قبل، ما نكونوش دايرينها في الثلاجه، تكون على درجه حراره المطبخ باش دغيا دلك معانا كيف كتشوفوا مع السكر وسكر كلاصي، مع السنيده والسكر كلاصي. كندلكوها هكا بيدينا حتى كيتجانسوا ليا الزبده وسكر سنيده. من بعد ما خلطناه كيف كتشوفوا الزبده مع السنيده حتى ولات لينا بحال لا كريم، كنزيدو نضيفوا عليها جوج كيسان ديال الزيت يكونوا عامرين، وكنخلطوا هاد المقادير كاملين. كنديروا الزيت كنخلطوه مع الزبده والسنيده حتى كيتجانسوا لينا كاملين كيف كتشوفوا، حتى كتولينا في الاخر بحال لا كريم. وغادي نبقاو نخلطوا هاد المقادير كيف كتشوفوا. شنو السر ديالها باش كتجيك رطبه وهشيشه ودغيا كتذوب في الفم؟ السر ديالها ان خاصك تبقى يدلكيها مزيان، الزبده مع داك السكر السنيده والزيت اللي ضفنا، كنبقاو نخلطوهم مزيان حتى كيولينا في الاخر بحال لا كريم فريش اللي كنصايبو. كتولي في الاخر بحال لا كريم، كتولي غاديه معانا. كنبقاو ندلكوها كيف كتشوفوا حتى كتولي رطبه وسهله باش كتدلك مزيان. كيف كتشوفوا انتم غتشوفوا في الاخر كيف غادي تولي. شوفوا بحال نتوما بحال هكا كتجي، خاصها تجيكم بحال هكا بالدليك. كتبقاي دلكيها هكا تخلطيها غير بيديك بحال هكا، بيد وحده حتى كتولي بحال هاد لا تيكستور ديالها، كتولي بحال لا كريم تماما. دابا كنضيف عليها كاس ديال دانون طبيعي عادي، كنضيفوا عليها وكنخلطوا كاملين هاد المقادير باش كيتنسم لينا هاد العجين. وضفت عليها هنا 3 الفرماجات، فرماج مثلث. الا ما كانش عندكم فرماج مثلث تقدروا ديروا فرماج مربع اللي عندكم هنا باش كنسموا العجين باش كيجينا المذاق ديالو كيجي بنين. صافي كنخلطوه كيف كتشوفوا مزيان مع السكر اللي درنا والزبده، وكنزيدوا عليهم واحد معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش وفاني، ساشيه وحده ديال فاني. وكنخلطوا هاد المقادير كاملين اللي ضفنا وصافي. كنبقاو نخلطوا هكا مزيان بيدينا. الا حسينا هكا بشي سكر ديال السنيده الا كانت قاصحه ولا شي حاجه كنديروا هكا بيدينا صافي حتى كنحصلوا على هذا الخليط. دابا غادي نضيفوا الدقيق باش نجمعوا الخليط. انا ما حسبتش هنا الدقيق شحال، المهم الدقيق حسب الخليط. كاين دقيق فيه لي مارك، ما غاديش نقدر نعرف اللي كيشرب واللي ما كيشربش. نتوما الدقيق حسب الخليط. غادي نغربلو هكا بيدينا مزيان
وغادي نضيف عليهم خماره وحده ديال الحلوى. كنغربلو، ضروري ما نغربلو ولا تكون فيه شي حاجه، وصافي كنخلطوه مزيان بيدينا حتى كيتجمع لينا الخليط. وانا غادي نوريكم في الاخر كيف خاصها تكون العجينه في الاخر، باش كتعرفوا شحال ديال الدقيق غادي خاصكم. زدت هنايا الدقيق حيت باقا ما تجمعاتش ليا العجينه. ضروري كيف قلت لكم ما نغربلوه، وغادي نجمعوه مزيان بيدينا، نجمعوا الجوانب ما نخلو حتى حاجه تضيع علينا. صافي غادي نجمعوها كامله حتى كنجمعوها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. خاصها تكون ما بين وبين، ما تكون قاصحه بزاف وما تكون رطبه بزاف، خاصها تكون بين وبين، شاده في راسها شويه. ها نتوما كيف كتشوفوا خاصها تجي على هذا الشكل، التكستور ديالها خاصها تكون بحال هكا. الا بغيتوها تجربوها واش مزيانه غادي تاخذوا شويه منها، كويره منها، وتلووها هكا في يديكم. الا تكورت صافي راه مزيانه، هذاك هو الجهد ديالها. صافي كنبقاو هكا ندلكوها شويه بيدينا بحال هكا على الطريقه، كندلكوها مزيان بيدينا باش كيتجمع، وهذاك الدقيق كيدخل العجين وكيدخل الخليط كيتجمع. وصافي كنخلوها كنقسموها. هنايا غادي نقسموها على ثلاثة ديال الاشكال، حيت انا غندير معكم 3 ديال الاشكال. تقدروا نتوما تزيدوا في الكميه ديال الزبده، ديروا نص كيلو ديال الزبده وتزيدوا في الزيت، دوبلوا المقادير باش دير معكم كميه كثيره. صافي هنايا قسمتها كيف كتشوفوا على 3 وغدرتهم في ميكات باش ما تنشفش ليا. وغادي نبدا كل وحده نصيبها بوحديتها. هزيت العجينه الاولى، غادي نسمها بقشور ديال الحامض، حكيت فيها حامضه كامله القشور ديالها. كتجي بالقشور ديال الحامض المنسم واعر فيها. الا ما كانش عندكم القشور ديال الحامض تقدروا ديروا دوك المنسمات اللي كيكونوا كيتباعوا، منسمات اي حاجه عندكم تقدروا ديروهم. هنا الاولى انا دابا نسمتها بالحامض، غادي نجمعها مزيان هكايا باش يدخل فيها دوك القشور ديال الحامض اللي درت فيها، وغادي نجمعها مزيان بيديا. وهنايا غادي نبدا نكور كيف كتشوفوا كويرات صغيورين كيف كتشوفوا بيديا، يكونوا ما كبار ما صغار. وكنبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين على هذه الطريقه كيف قلت لكم، بلا طابع بلا حتى شي حاجه، غير كويرات عاديين. هنا غادي نمشيو للتزيين. كيف كتشوفوا انا غادي نقرصهم واحد شويه بيديا. غادي ناخذ الماء ديال الزهر، غادي نغطسها فيه، وغادي ناخذ اللوز ايفيلي وغادي نغطسها فيها باش هذاك اللوز يلصق لينا في هاد الغريبه. وغادي نحاول نتقبها شويه من الوسط باش من بعد غادي نزوقها من الوسط. غادي ندير فيها بملون من بعد. صافي كنبقاو غاديين على هذه الطريقه كيف كتشوفوا. انا هنايا ثقبتها بهذا السباتيل ولا اي حاجه عندكم، ولا ديروا غير الصباع ديالكم. وصافي غادي نبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى نكملوا الكويرات ديالنا كاملين. كنغطسوا في الاول في المزهر، ومن بعد كنغطسوا في اللوز ايفيلي. هاد الحلوى اولا هاد الغريبه كتجي رائعه بداك اللوز ايفيلي، كتجي حتى المنظر ديالها زوين ومختلف، كتجي زوينه بزاف وهشيشه. كنبقاو غاديين على الطريقه وكنستفوا ديريكت هذيك الساعه معنا في الطاوه اللي غتدخل الفران. كنكونوا ديجا شاعلين الفران، يكون سخون، يكون شاعله ليه لتحت. كنشعلوا عليها لتحت حتى كطيب من التحت، ومن بعد كنشعل عليها الفوق حتى كتحمر ليا من الفوق وكيتحمر ليا داك اللوز ايفيلي. وصافي كنقدمها كيف كتشوفوا. راني جبدتها دابا في الفران. غادي هنايا درت ملون ودرت الناباج وشويه الجليكوز تقريبا واحد معلقه صغيره. وصافي درتهم فوق العافيه على نار هاديه حتى نساجموا ليا العناصر، ودرتهم هكايا في هذوك الطقيبات اللي درت فيها. كتجي هكا اللون ديالها احمر، تقدروا ديروا اللون اللي يعجبكم نتومايا. هنا غادي ناخذوا العجينه الثانيه. هنا غادي نسبها شويه ديال المربى ديال المشمش، نسمتها هذه بالمربى ديال المشمش، وغادي نخلطوها هذا العجين حتى كيتجانس لينا. وغادي نبدا نكورها حتى هي كويرات يكونوا مقدرين كيف كتشوفوا. ما غادي نحتاج هنا لا طابع لا حتى شي حاجه،
الناس مثلا اللي ما عندهمش الطابع ولا ما عندهمش باش يطبعوها غادي يديروا غير كويرات هكا عاديين، والاشكال كيكونوا مختلفين. كنبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملوهم كاملين. كيف كتشوفوا ها نتوما كيف كتشوفوا خرجت ليا كميه مهمه. صافي كناخذوا دابا العجينه الثالثه والاخيره، غادي نسموها هذه بالفيرميسيل، حيت من بعد غادي نزوقها بالفيرميسيل. صافي غادي نديروا فيها تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الفيرميسيل، وغادي نخلط العجين كامل ديالي، وغادي نكورها حتى هي كويرات هكا يكونوا مقدرين، وغادي نستفو ديريكت في الطاوه حدا هذيك الغريبه اللي درت معكم قبل. وغادي نديرو كلشي في الفران، كيكون الفران حتى هو سخون. كنديروه على طيب لينا من التحت. ملي كطيب من التحت كنديروها تحمر لينا غير شويه من الفوق، صافي كنحيدوها ما كتحمرش لينا بزاف. ها نتوما كيف كتشوفوا هنا من بعد ما طابت لينا تحمرات شويه، وهنا غادي نبداو في التزيين ديالها. التزيين غادي نحتاجو كاس ديال المزهر، وغادي نحتاجو قرعه صغيره تكون ديال مربى ديال المشمش ديال الحلوى، وغادي نديروهم على نار هادئه حتى كيسخن لينا الكونفيتور والزهر المزهر. وصافي كنديرو عليه الغريبه كامله كيف كتشوفوا حتى كنحسوا بها ارطابت معنا شويه، وكنحيدوها كنبداو نزوقوها بالكوك. هذه غادي نزوقها بالكوك، هذه اللي درت فيها اللي نستمتع بالكونفيتور، غادي نزوقها بالكوك. وكنبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملوا هذوك الكويرات كاملين اللي بطبيعه الحال اللي ما فيهمش الفيرميسيل. هذوك اللي فيهم الفيرميسيل غادي نزينهم بحاجه اخرى. غادي نبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملوا هذوك الكويرات كاملين. والكويرات ديال العجينه الثالثه غادي نزينوهم بالفيرميسيل، ونفس اللي درنا مع ديال الكوك غنديروا ديال الكونفيتور والمزهر غادي نديرهم في نفسهم، وغادي نزينوهم بالفيرميسيل. كيف كتشوفوا غادي نخليهم شويه يطلقوا شويه هنايا، ومن بعد غادي نديرهم في الفيرميسيل كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. غادي نمرمدوهم كاملين في الفيرميسيل، وغادي نبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى كنكملوهم كاملين. كيف كتشوفوا هاد الغريبه الاولى اللي درت معكم باللوز ايفيلي كتجي محمره وكتجي زوينه بزاف، ومع داك الملون في حمر كتجي رائعه، في المنظر ديالها كتجي رائعه وهشيشه. غير جربوها. وهادو الحليوات اللي درت معكم كيف كتشوفوا كيجوا رائعين وزوينين. كاينه ديال الكوك اللي معروفه، وكاينه هذه ديال اللوز ايفيلي مع الملون حتى هي كتجي المنظر ديالها مختلف، وكاينه هذه ديال الفيرميسيل حتى هي كتجي رائعه وزوينه بالشوكولات. اي حاجه بالشوكولات كتعجب الدراري الصغار كتجي رائعه وزوينه بزاف. عندكم 3 ديال الشكيلات مختلفين في الشكل، ولكن بعجينه وحده بلا طابع بلا حتى شي حاجه. كنتمنى انكم تجربوهم، ونتمنىكم انكم تشجعوني بلي لايك وبلي كومونتير زوينين، وبصحه وراحه.